واه انت بتتكلم بجد؟ هتتجوز؟ انت مجنون؟ في حد يتجوز؟ وهتتجوز مين؟ من اللي ما داعي عليه اللي هتتجوزك؟ يا وقعت ابوك زي القشطه. ياسمينه؟ ياض ياسمينه بجد ياض ولا ياسمينه تشابه في الاسماء ولا ايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا واسط. شايل الطين على دماغه. طب هسأله لك عرف بيقول لك معاك ورق يا نصيب. بتقول ايه؟ معاك ورق جواز عرفي؟ ده مين ده؟ ماجد. وعايز جواز عرفي ايه؟ خد له ايه معاك اهو. جواز عرفي ولا ايه؟ الو يا ماجد. لا يا راجل، هتتجوز ياسمين عرفي؟ الله يخرب بيك، والله يا ابني ضحكتني وانا متضايق. لا طبعا موجود، لا ما تقلقش وانا في جيبي غيره موجود طبعا عشان الزنقات اللي زي دي. انا عايزك تجيب الاسامي دي وتجيلي يا عم. هات الشباب طبعا معاك. في بيت ياسمينة هيبقى فين يعني؟ ايوه لا مهم، ما تهيس يا عم، انجز. هنسهر سهره لوز بعديها في المكان اللي انت عايزه. ماشي، الله يبارك فيك، سلام. مش قلت لك اللي انا هتصرف؟ امال انت عاجبني ليه يا واد؟ ده انت واد خلاصه لصه ومية مية، مع ان شكلك كيوت ما يبانش عليه. كيوت دي شتيمه ولا ايه؟ شكلك بتاخدي بالمظاهر. طب انا بس لازم انزل عشان يعني اتصرف في فلوس يعني قصدي اسحب فلوس السهره بتاعت بكره الليله يعني كلها. ليه يا حبيبي؟ ما تاخد معايا فلوس؟ ما انا معايا فلوس. على اساس ايه يعني؟ اللي انا خرق ولا ايه؟ خلي فلوسك معاك يا حبيبتي، انا هتصرف. هو هتصرف من انهي بنك؟ اصل انا عندي حساب في بنوك كتير، انا يعني بنوك في حساب يعني هو حاجه في يعني ما تقلقيش، اصل انا مش فاهم يعني كتير. الحمد لله ما تقلقي انت، المهم انت كويسه الحمد لله. الحمد لله. اشربي البتاع ده، ده عصير قصب ده ولا ايه؟ عصير قصب صح؟ كفايه هموت، كفايه حرام عليكم، ارحموني. طب انتوا عايزين مني ايه؟ جايبيني هنا ليه؟ انت شفت حاجه يا روح امك؟ بتعملوا فيا كده ليه؟ طب انت عايز ناوي ليه وانا اقول لك عليه وخلصني؟ هموت يالا. بس هو الواد ده اللي نصب عليك؟ هو يا برنس العالم. عيش معاه. بقول لك طالما انت معلقه كده ونافخه اشاف فيه على طول. ما يستاهلش يا طلعت. طب اقول لك على حاجه، سلكتين 320 فولت على لسانه. والله ولا 110 يستاهلوا. بلاش حنية قلبك دي يا عم طالبه، ارش في وشه ميه نار. خلاص يا طلعت، حقك هيجي لك لغايه عندك، اطمن. والله انا مالي دعوه بحاجه يا طلعت. الواد مختار يالا، الواد مختار هو اللي خد مني الحشيش وهرب. خفت منك انا كمان هربت يا طلعت. حلو. طالما انت هربت بقى يا حبيبي، انا هعمل معاك اتفاق دلوقتي. تقول لي الواد مختار ده فين وقاعد مع مين، اروحك بيتها. ما تقولش انا هخليك. هقول يالا. هقول لكم على كل حاجه. هقول لكم على كل حاجه، بس سيبوني. سيبني يا طلعت واحنا نروح نجيب الحشيش سوا يا طلعت. سيبني يا طلعت. خلص. هقول لكم على كل حاجه بس ارحموني. ازيك يا حبيبتي؟ اه يا حبيبي. خدي بقى الفلوس دي خليها معاكي، هنصرف منها اليومين اللي جايين. يخرب بيت عقلك، جبت الفلوس دي منين؟ وبعدين ايه الشياكه اللي حلت عليك؟ انت ايه حكايتك بالظبط؟ يا حبيبتي دي اقل حاجه عندي، بس انا ما بحبش اظهر مره واحده. انت طلعت داهيه. ايه يعني؟ وجهه نظرك اختلفت ولا حاجه؟ والله ماشي. طب بقول لك ايه، يلا بقى خشي نامي عشان عندك يوم شاق قوي بكره، وانا سيبيني اودع الكنبه دي. طب سي تومورو. ربنا هيقرب البعيد ان شاء الله. ما تقوم يا ابني تستجدع معايا مره في حياتك وتساعدني. شايفني عمال افرش في اوضتي وعمال اعلق صور كتير قوي ليا، قوم ساعدني. ليه انا شغال عندك ولا ايه؟ ده انا معلقت الصوره ابويا ومجدد في مجلس الشعب، اعلق صورك انت؟ انت يا ابني عمرك ما تبقى جنتل ابدا، طول عمرك كده طف معايا. طف عليك وعلى امثالك، مش كفايه عمال تخبط ليل نهار وقعت دماغنا؟ اوضتي وانا حر فيها، اعملها بالستايل اللي يعجبني، مالك انت؟ تعال اقعد. تعال، انا عارف انت عمال تخبط وترزع عايز تخرج من المود اللي انت فيه. اللي معاك نانك.
تعبان يا خالد، بجد تعبان. عندي مشاكل كتير قوي في البيت ومش عارف اعمل ايه. سبحان الله، كل حاجه هتتحل. هي دينا اتاخرت ليه؟ كلمتني امبارح بالليل، فكرتني يا جمعه اخبط عليها. لا اقعد، تخبط عليها ايه؟ بقول لك ايه، احنا ما ينفعش حد يعرف عننا اي حاجه. انا سلكت مفتاح السلم من الواد يسر السمسار واديته لها. جدع، خلي بالك يا خالد، احنا اليومين دول تحت الميكروسكوب. لازم نكون مخلين بالنا من كل حاجه، كل حركه محسوب علينا يا خالد. ما تضغطش، ابوس ايدك. دينا جت ايه؟ الله اكبر الله اكبر. ايه ده؟ تتحسدوا قاعدين هادين كده، ما فيش اي حاجه، ما بتتنقروش خالص. الله اكبر. لسه مخلصين خناقه على الضيق كده دلوقتي. ما انا قلت كده برضه. غمتنا الله يغمك. ياض يعني لعن علينا. انت مش مصدقني؟ طب اسال دينا، هي عندك تقولك. يا ابني الدنيا مقلوبه بسبب الاستاذ لؤي. ايه؟ بسبب انا؟ ليه ان شاء الله؟ ايوه طبعا بسببك. امال مين صاحب فكره ان احنا نسرق فيلتكم القديمه؟ ده الجرايد كلها ملهاش سيره غير الموضوع ده. اهو ده اللي كنت خايف منه، ده اللي كنت عامل حسابه. يا جماعه احنا لازم نكون كتير قوي اليومين دول، لازم تبقوا عارفين ان كل خطوه محسوب علينا. ما تقلقش. فين طلعت؟ لسه قافل معايا التليفون، هيخلص مشوار ويعدي علينا عشان ننزل نشتري بدل عشان الفرح بتاع ماجد. ايه ده؟ انا ناسيه خالص، ده النهارده عندنا فرح. واحد من اعضاء الشله الفاشله الراسبه الضائعه خلاص سيدخل قفصه الذهبي يا رجاله. إنا لله وإنا إليه راجعون. أنت جهزت له الورق؟ عيب عليك. ومقطوع من المحامي كمان، مش ناقص غير على امضته وامضة العروسة وامضة الشهود، وبعد كده بقى الله يبارك له. خبرة. انتوا عارفين يا جماعة؟ ايه؟ الدخنة دي عالية قوي. بس أنا حاسس إحساس غريب دلوقتي. ايه؟ حاسس إن دماغي أعلى من البرج. طب ارجع بدماغك شويه كده لورا احسن ما تقع من فوق البرج. يا ناصح مكانك انت وهو محدش يتحرك، اللي هيحاول يعمل عوق يكتب شهاده وفاته بايديه. بس يا انت واقف مكانك. انتوا مين وعايزين ايه؟ اقول لك يا حبيبي احنا مين وعايزين ايه؟ تعرف الوش ده يا ده طلع، فاكره ولا مش فاكره؟ مش ده طلعت اللي خدت منه الحشيش وهربت يا جبان؟ ولا فاكر نفسك ده شفت شم النسيم؟ ايوه شفت شم النسيم ياض، لقيت معايا بيض ملون وانت بتسرق مني الحشيش يا جماعه. بس انا معيش حشيش. اخرس يالا اخرس، يبقى قول على نفسك بقى يا رحمن يا رحيم. لا ما يقولش حاجه، يموت بحشيشه كده عشان يخش النار وقلبي يرتاح. خلاص بقى ما تعرفش. استنى بس استنى، انا معايا الفلوس. ايه احبك وانت بتحب الحياه يا ورحمه ابويا دول كل اللي معايا. كام دول يا برنس؟ 9000 جنيه. نعم دول ما يجوش نص الفلوس اللي ليا. هاتك يا حد ربنا ما معايا غيرهم. خلاص خلاص يا طلع، خده خده يلا. ايه ده يا برنس؟ خده. عارف الباقي بقى ليه؟ الباقي ده ادب ليك، علشان رحت اديت كميه حشيش لعيلين تافهين زي دول. خلاص يلا. ايه ده يا برنس؟ وايه ال 1000 جنيه دي يا برنس؟ ايه يا طلعت؟ ال 1000 جنيه دي حق المواصلات بتاعتي انا وشفيق عشان جينا معاك. جرايه طلع. مواصلات؟ ليه؟ العيال دي كانت هربانه في الصومال ولا ايه يا برنس؟ يا عم في ايه؟ ما تلم نفسك شويه. الله بقول لك يا طالبه ما تنساش ال 500 جنيه بتوع السلاح. ال 500 جنيه بتوع السلاح اديهم له. السلاح. خد يا عسل كده، امسك بس. معاكم ربنا، هكلمك انا. ها سلام. سلام يا برنس. الواد ده يبلطج علينا ولا ايه؟ خلاص. عارف يا دي انت وهو لو فكرتوا تعملوا الحكايه دي تاني هيحصل لكم ايه؟